السلام عليكم، أنا شيماء شاهين ودي قناتي. لو انتي أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الوصفات الجديدة. فيديو النهاردة فيديو سريع، فيديو خفيف، يا رب يعجبكم وتستفيدوا منه. هنعمل مع بعض الشيرة أو الشربات أو زي ما بنقول عليها على طول الشربات أو السقي بتاع الحلويات الشرقية بتاعتنا الجميلة بتاعت رمضان. كل سنة وانتم طيبين. نقدر نعمل الشربات في برطمانات كده او علب ونشيله، نخزنه وقت ما نعمل الحلويات تبقى على الساقية على طول. وانا عملت النهارده مثال معاكم بسيط، عملت القطايف. القطايف عملتها ما عملتش العجينه بتاعتها معاكم، بس هي اتحشت عادي، حشيناها مكسرات وقلتها في الزيت وطلعت على الشربات بتاعتها على طول. ومن الشربات طلعتها على طول عشان تطلع مقرمشه ومن جوه تبقى طريه. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة شربات القوام بتاعها متوسط، مش تقيلة ومش خفيفة، وهتنفع معانا في حاجات كتير قوي. عايزة اقول لكم على معلومة بسيطة، يعني كل ما هتحتاجي قوام الشربات بتاعك يبقى تقيل، بنزود نسبة السكر عن نسبة المية. يعني مثلا لو انا هحط عايزة قوام شربات خفيف، يبقى هحط مثلا كوباية سكر عليها كوباية مية. انا زي ما قلت لكم النهاردة هعمل قوام متوسط. انا حطيت كوباية ونص من السكر، استخدمت الكوبايات المعيارية. فاللي انا حطيته الاولاني ده كان كوباية وده النص بتاعها. وانتي لو مش عندك الكوبايات المعيارية دي تقدري تستخدمي كوباية بتاعت الشاي، اللي هو الفنجان اللي عندنا كلنا عند بيوتنا المصرية الأصيلة يعني. المج اللي هو بإيد ده، او الكوبايه الطويله ايا كان. يعني المهم ان انتي تبقي مستخدمه معيار لنفسك واحد، سواء كان مج او كوبايه، تعايري بيها السكر ونفس الكوبايه تعايري بيها الميه. انا كده ما قلبتش الخليط بتاعي السكر بالميه، وحطيته على النار. واول ما ابتدى يغلي حطيت معلقه ليمون كبيره، وحطيت رشة فانيليا تدي نكهة، وسبتهم لمدة 10 دقايق على النار. أول ما ابتدوا يغلوا زي ما انتوا شفتوا كده كده، سبتهم يهدوا خالص، وبعدين صبيتهم في الكوباية أو البرطمان اللي أنا هخزنه فيه. طبعا انتوا شايفين القوام خفيف جدا، بس كل ما بيبرد شوية القوام بيتقل. بصوا يعني هنا كان بعد تقريبا 5 دقايق. بصوا ابتدى لسه الاول ده كده وهو لسه سخن، الدخان طالع زي ما انتوا شايفينه كده. بس هوريكم دلوقتي بعد ما بيبرد فترة شوية القوام بيبتدي يتقل شوية بشوية. يعني بصوا ما بقاش سائل زي المية زي ما كان موجود في الاول، ابتدى قوامه يتقل شوية معايا في المعلقة. زي ما انتم شايفين برضو. انا خلاص كنت هنا خلصت القطايف، حشيتها زي ما قلت لكم، وبعد ما طلعت من الزيت بتاعها ابتديت انزلها في السيرب او الشيرة او الشربات بتاعتنا. بتبقى القطايف سخنة والشربات بتبقى ساقعة. ده بقى التركة اللي بتدي القرمشة بتاعت القطايف. يعني ناس كتير بتسأل ليه القطايف معايا بتبقى طرية. فممكن يكونوا بيطلعوا القطايف تبقى سخنة والشربات بتبقى سخنة، فده بيخلي القطايف بتاعتي بتطرى. لكن لو عايزاها مقرمشة بتحطيها في الشربات ساقع وهي تبقى سخنة، وبعد كده تحطيها في مصفى زي ما وريتكم كده متهوية من تحت، بتبتدي تدخل الهواء، بتساعد بقى على قرمشة القطايف. انا حطيتها كده واتصفت في الطبق زي ما انتوا شفتوها، وبعدين رصيتها. وبألف هنا وشفا. يا رب تكونوا استفدتوا مني في الفيديو بتاع النهاردة، فيديو خفيف كده طولت عليكم برضو فيه شوية. يا رب تكونوا استفدتوا مني بمعلومة بسيطة. ناس كتير قوي مش بتعرف تظبط السيرم بتاع الحلويات، بس مرة على مرة وجربوا تزودوا الأول زي ما قلتلكوا. لو حابين يعني سمكه يبقى تقيل، تقدري تزودي السكر، معيار السكر عن معيار المية هيديكوا، وتزودي معلقة عسل أو عسل جلوكوز زي ما قلتلكوا. هو ده اللي بيدي القوام التقيل. يعني الكنافة غير القطايف غير اللي هي المقليات بقى، البقلاوة والحاجات دي.
كل واحد من دول بيبقى محتاج سمك معين للشربات. انا هنا كنت رشيت بقى شوية سيرم مع الوش، وبعد كده حطيت شوية مكسرات كده للتقديم عشان يبقى شكلها حلو. فيديو النهاردة خلص، يا رب تكونوا استفدتوا مني بأي معلومة، ولو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل وصفاتي الجديدة. وانا شيماء شاهين.